اليوم هنقدم سمك مشوي في الفرن مع الخضار بطريقة جميلة جدا وطريقة سهلة. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. زي ما انتم شايفين قطعة اللحمة مستوية والطعم جميل. معانا السمك ومعانا الخضار بتاعنا كزبرة خضراء وبطاطس وحبتين من الفلفل وحبتين من البصل وحبتين من الثوم وحبة الطماطم. هنبدأ نقطع الخضار بتاعنا، وبعد ما نقطع الخضار هنبدأ ان احنا نتبل الخضار وبعد كده نتبل السمك. زي ما انتم شايفين هنبدأ نقطع الخضار جوليان او نقطعه شرايح، اللي هو الجوليان يعني نقطعه شرايح، وبعد كده هنبدأ ان احنا نتبل الخضار وبعد كده نتبل السمك. بعد ما قطعنا الخضار هنبدأ بقى اللي احنا نحط الخضار بتاعنا في الصينية او السخان. بعد ما ضفنا الخضار كله مع بعضه هنبدأ نتبل الخضار، رشة من الكزبرة والكمون والفلفل الأسمر، ونضيف شوية من البابريكا الحار، وبعد كده نضيف شوية من الملح، ونضيف معانا شوية من الفلفل اللي هو الدبس، فلفلة الدبس. تمام، مش موجود مفيش مشكلة، ممكن نضيف معلقة من الصلصة. بعد ما ضفنا التوابل هنبدأ نقلب الخضار مع التوابل كويس، وبعد كده هنبدأ اللي احنا نتبل حبة السمكة. بس قبل ما نتبل السمكة نبدأ لو الحجم كبير، حجم السمكة كبير، نشرحها الأول زي ما انتم شايفين كده. بعد ما شرحنا السمكية هنبدأ اللي احنا نتبلها. التوابل معانا هنضيف التوابل واحدة واحدة كده زي ما انتم شايفين، وممكن نضيف التوابل كلها مع بعضها ونقلبها كويس وبعد كده نتبل بقى السمكة. وممكن اللي احنا نتبلها زي ما انتم شايفين كده، يعني نبدأ نضيف التوابل واحدة واحدة مع المستردة مع الدبس اللي هو الفلفلة. تمام، وعصير الليمون والزيت والثوم المفروم. هنبدأ اللي احنا نتبل السمكة زي ما انتم شايفين كده. بعد ما تبلنا السمكة زي ما انتم شايفين هنبدأ نحط السمكة مع الخضار وندخلها الفرن على درجة حرارة 200، الوقت نص ساعة. ونقدم السمكية مع الرز الصيادية والخضار زي ما انتم شايفين، بيكون الشكل كويس والطعم جميل جدا، وان شاء الله الطريقة تعجبكم جميعا.